احذر انك تكون عبد للمعلومة. صح. اروع نعمة ان ربنا هو اللي موجود. لما ربنا يراك بتسعى بجد وفق اللي عندك هيجيب لك الجواب. ما تبقاش قاعد مستني بقى اصل انا الكتب غالية ما عنديش يا عم مش مشكلة، اسعى في المتاح يأتيك غير المتاح. الله. المهم ربنا يراك بتسعى. دايما بدي للناس مثال كده يبين لهم الصورة علشان يفهموا الحتة دي. ودي قصة من تأملي لقصة زمزم وقصة السيدة هاجر. السيدة هاجر كان جوزها رسول، وربنا قال له هيرزقها وخليهم هنا. كويس كده. طيب بص كده الموقف وعيشه معايا اللي بتشوفني الآن. هي النهاردة قاعدة هي في الصحراء، قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. ربنا هيرزقنا؟ خلاص شكرا. لو كانت زيك كانت قاعدة مستنية ما ربنا هيرزقني كانوا ماتوا. لا، مش ربنا أمر قال لك وعدك بالرزق لازم تقومي تعملي اللي عليكي. فكنت ساعات بسأل نفسي سؤال، احنا ليه في السعي بنقعد في منطقة معينة بنهرول نجري. فيها ليه؟ يقول لك عشان السيدة هاجر كانت بتعمل كده. فانا برضو كنت بسأل طب ما هاجر كانت انثى ليه احنا الرجاله اللي بنعمل؟ طب الستات قال ليه؟ يقول لك بس لا تناقش وتجادل، هي كده. ومره حد قال لي فكره، قال لي عشان الراجل هو اللي بيسعى دلوقتي في الدنيا، فماشي كان جواب منطقي شويه. اشمعنى؟ لغايه ما في مره في تأمل من تأملاتي جالي جواب كده، حسيت ان هو ايوه ده منطقي. ان انت حط نفسك مكانها كده، هي عارفه ان ربنا هيرزق ومتأكده وقايمه بتسعى. طيب طلعت الصفا ما لقيتش حاجه، نزلت من الصفا راحت المروه ما لقيتش حاجه، ما قامتش قايله ما انا دورت والله العظيم ولقيت. ده بنسميه وعي الضحيه. ما انا عملت، انا بعمل كل حاجه والله، انا خدت بكل الاسباب. خليك قاعد بقى. حلو كده. لا، هي ده الوعي اللي عندها، ده العلم اللي عندها. مش لسه في حاجه اعملها، قامت رايحه تاني، طالعه الصفا تاني والمروه تاني. فانا تصوري ان وهي ماشيه هي متاكده ان ربنا هيرزقها فهاديه. فالبيبي قاعد يبكي، فقلقت وبدات تجري، فمشيت مرحله معينه بعد كده اهدي يا هاجر هو هيرزقك، اهدي ما تجريش. قامت هاديه تاني. فكأنها إشارة أحداث الحياة، صح. ديون، حد يكلمك، صح. حد تلاقي نفسك بتجري، اهدى تاني، اهدى ما حلو تجريش. قوي. فاهم قصدي؟ ده اه. إشارة للسعي كله. فاهدى، لا تجعل البيئة الخارجية تخليك تجري. وهيحصل. الله عليك هيحصل. اهدى. بالظبط. ده كأنه تيست، انت بجد مؤمن وصابر وهادي ولا هتصربع وعايز تجري من أجل النتيجة وتنسى السعي. فالحاجات الخارجية تخلي الإنسان ينسى السعي ويركز على النتيجة فيطلع من التراك. فخليك هادي وكمل سعيك حلو قوي. حتى لو مش منطقي. طب خد المفاجأة الأخيرة بقى. مش هي ساعد باللي في إيديها؟ ما طلعتش مية ليه؟ لازم البيبي إسماعيل يسعى هو كمان. أما دبدب في الأرض، أما طلع مية من تحت رجليه. اعمل اللي عليك إن شاء الله هتدبدب. من غير أي معلومات، ولا عندك حفار ولا عندك تكنولوجي، تعمل اللي عليك. فعندما يراك الله تسعى حتى لو رحت جربت كذا مرة ومش لاقي، انت بتفعل قوانين المعجزة دلوقتي. اوعى تقف. حلو قوي. خليك بتعمل اللي في ايديك، ما تتحججش انك مش لاقي معلومات. اعمل اللي في ايديك اللي انت عارفه وشوف اللي هيحصل. حلو قوي. حلو قوي ان انت ترجمت لي القصه اللي انا بعملها وكلنا بنعملها ما بنيجي نطلع نعمل عمره. بس هي كلها اشارات، عشان كده بقول لك بتعملها، لا بتعملها مسلم بيها وما بنعملها سالتش. حولناها طقوس. بالظبط، ما سالتش. مش نقعد نفكر فيها بالهام بعد بالظبط، الحياه. واديتني تفسير منطقي. وارد ان انا اسال حد يقول لي تاني على تفسير تاني، الله فابتدي ان عليك. انا اشوف التفسير دوت او التفسير ده، بس تفسير عاجبني لانه داخل عقلي، ليه دعوه بالسعي. حلو قوي. ده هيودينا على الادوات اللي ربنا مديها لي في الدنيا دي عشان اقدر اوصل اللي انا عايزه او السبب اللي انا موجود عليه، اللي هو تمكين. كويس. هو التمكين نتيجه على فكره. ده نتيجه. يس. اوكي ماشي، ايه اللي قبليه؟ خليني اقول لك حاجه مهمه. اصل انا عندي كذا موضوع بقى في الحته دي. تمكين انا واخدهم حاضر. كده، قانون الجذب.
حاضر، بس خلّينا الأول أفاجئك كده، فاجئني. يا ترى إيه أول وأهم وأخطر أداة عندنا كبشر في هذه الرحلة الأرضية، ومعظم الناس لم ينمّوها ولم يهتمّوا بيها، تخيّل إيه؟ يعني أنا النهارده مثلًا باقول لناس دايمًا كده، فاكر زمان وإحنا بنكتب ألِفٌ، ألِفٌ، ويدّوني ورق كده صح. ونقعد نكتب، أنا والله العظيم في مرّة رُحت لبابايا كان المدرس ادّانا حروف كده قال لي اكتبها 5 صفحات، إمم. فرُحت أعيّط لبابا قُلت له: "بابا ممكن أحُط كربون." فاكر الكربون زمان؟ أيوه طبعًا. هو أنا ممكن أحُط تكتب الكربون اللي عندك ده واقعد أكتب مش عايز هتتفقس، 5 أنا هتتفقس أعمل 2 وفي 4 ويعني قال لي: "لأ، اقعد اكتب." أنا كنت بافكّر في النتيجة، إمم. هو عايز السعي، خدت بالك؟ المهم إنّك تكتب، إمم. مش مهم النتيجة. إمم. فلمّا قعدت أكتب ألِفٌ، ألِفٌ، ألِفٌ وإيدي بتوجعني، كنت باحس إن أنا باتعذب، هو ليه كده؟ لكن بعد كده أتقنت استخدام الإيد، بنسميها في علم النفس التآزر العضلي العصبي، فبقى التآزر هنا غير هنا، غير الإيد التانية، الإيد دي دلوقتي ممكن أكتب بيها شيك بملايين، ممكن أعمل بيها عقود بملايين، مستحيل أعمل عقد بالإيد اللي ما اتدربتش. فإذا كانت الإيد دي هي الإيد الphysical اللي هي مهمة جدًا في السعي في الحياة، تخيل بقى الأهم منها لم نتدرب عليه، واللي المفروض يكون في كل المدارس وما حدش بيجيب سيرته، ومعظم اللي بياخدوا كورسات في الحياة ما بيجربوش، ما بيتعلموش، التصور الذهني اللي بنسميه الخيال، ده أخطر أداة في الكون، ما فيش حد بيتدرب إنه يستخدمها إزاي ولا ينميها إزاي، تخيل؟ الathletes كلّهم بيعملوها النهارده. الathletes بيستخدموها، أنا بالضبط. باتكلم في طبعًا. تدريبات لأ طبعًا. إزاي أستخدمها، طبعًا. فاهم أقصد أوكي. إيه؟ صح. يعني إحنا الدورات بتاعة التنمية الذاتية كلها بتقول لك تخيل. واعمل خيال وغمض وشوف، طب اشوف ازاي، ايه الياته، انميها ازاي، امسك القلم ازاي، كده ولا كده ولا كده، الطريقه بتاعه استخدامه ما حدش بيعلمها لحد، تخيل. صح. يعني انا لما جيت انا دايما بحب اعمل ايه، منهج كده عشان الناس تبدا تنطلق في حياتها، فلما جيت اقول لهم طب انا النهارده لما قابلت ناس كتير عمالين يتعرقلوا في التطور بتاعهم، قلت عايز اعمل لهم حاجه في الاول كده يبداوا فيها، سميته البدايه. انت لما تبدا ايه المفروض تبقى عارفه، البداية إنك الأول إزاي تنمّي المهارة دي عندك، إمم. فأنا مدّي لهم تمارين إزاي أنمّي خيالي، أوكي. إزاي يتخيّلوا، طب قُل لي بالله عليك، يالّا كده أتخيّل نَفْسي جوّه الهدف والّا أتخيّل نَفْسي بابُص على نَفْسي من برّه في الهدف، دي ليها طريقة ودي ليها طريقة، ودي ليها استفادة ودي ليها استفادة ما حدش يعرفها، يعني أتخيّل نَفْسي جوّه والّا برّه، إمم. والّا أتخيّل نَفْسي واحد تالت بيشوفنا إحنا الاتنين، صح. كل واحدة من دي بتسهم بقوة في تقوية الصورة الذهنية جوّه وبتسهم في النتيجة. أوكي. فهمت وال3 قصدي؟ مطلوب إن هم يتعملوا والّا 3 ممكن أختار حاجة واحدة ما هي على حسب بقى، أنت لو أنت عايز تكثّف الصورة جوّه، آه. اعمل ال3 هتبقى أقوى 1000 مرّة، إمم. بس إنك تبقى عارف، إمم. طَب إزاي الصورة أعرفها، طَب إزاي، طَب أنا عندي القوة عندي في الخيال، الخيال ال بتاعي أنا قوي جدًا في الأشكال والّا في الألوان والّا في ما تعرفش، طَب أنت هتقوي إيه بالضبط، إيه اللي ضعيف عندك عشان تقويه، إمم. فالتفاصيل دي كلّها ما حدش اتعوّد عليها، أوكي. لأ يعني أنا الخيال كخيال، كتصوُّر ذهني، فاهم. لأ أصل أنا إزاي كنت أُثقلها، أنا حصلت معايا وأنا صغير، كنت باقعد أتخيل نفسي وأنا سايق موتوسيكل وأقعد أمشي في الشارع الله وكده عليك، فاهم، فأنت زي جبتها العيال بالفطرة، الصغيرة بالضبط. فأول حاجة أيوه، اشتريتها في حياتي أول ما جِبت كان الموتوسيكل، صح، فافتكرت الفترة دي. آه، وأمّا تقعد تتفرج على واحد فابتديت كل شوية عايز حاجة، اقعد تخيل نفسك وأنت فيها، فباقعد أبُص على نفسي وأنا باعمل لحد ما تقلب حقيقة. الله عليك.